لو انت اب او ام او عندك اخوات صغيرين فانت اكيد خايف عليهم من اللي ممكن يلاقوه على الانترنت. الموبايلات اللي في ايد الاطفال وحتى المراهقين ما بقتش وسيله اتصال هتوصل لهم بيها لما تحتاج لكده، هم بقوا يقدروا يعملوا بيها اي حاجه حتى لو كانت غير مناسبه لسنهم. عشان كده جوجل عملت تطبيق مخصوص عشان الاباء يقدروا يعرفوا اطفالهم بيشوفوا ايه على الانترنت، الوقت اللي بيقضوه على موبايلاتهم، وايه اللي بيتعرضوا له في العالم الافتراضي واللي ممكن يكون غير مناسب ليهم او لافكارنا ومعتقداتنا. انا مصطفى يسري من عرب هاردوير، وهكلمكم النهارده عن تطبيق جوجل فاميلي لينك. زي ما قلت لك تطبيق جوجل فاميلي لينك بيخليك عندك رقابه بشكل كبير على موبايلات اولادك، فخليني اقول بسرعه هو بيقدر يعمل ايه. اول حاجه انت ممكن تحدد الوقت اللي ولادك يقدروا يستخدموا فيه الموبايل، يعني ساعتين او 3 ساعات حسب بقى يوم اجازه ولا في المدارس. ممكن كمان تحدد الوقت اللي بيقضوه على كل تطبيق، يعني مثلا ممكن تحدد يوتيوب بنص ساعه في اليوم او تديهم ساعه بحد اقصى على اي لعبه. لما الوقت ده يخلص مش هيعرفوا يفتحوا التطبيق ده، ولو وقت الموبايل خلص مش هيعرفوا يفتحوا اي حاجه. هيبقى عندهم اختيار انهم يفتحوا جهات الاتصال بس عشان لو حبوا يتصلوا بحد، ويبقى الموبايل موبايل فعلا. انت طبعا تقدر تزود الوقت ده بشكل مؤقت، يعني تديهم وقت اضافي ليوم معين مثلا، ولو موبايلك او موبايلهم مش واصل بالانترنت تقدر تديهم كود من التطبيق هيخليهم يتخطوا القيود دي لو في حاجه طارئه او حتى لو انت زهقت عادي. تاني حاجه وهي انك تحدد المحتوى المناسب ليهم وانت بتسطب البرنامج اول مره. وما تقلقش احنا هنعمل الخطوات دي كمان شويه. فاميلي لينك هيجيب لك كل التطبيقات اللي متثبته على الموبايل وهيقسمهم لك حسب الفئه العمريه. انت بقى تقدر تختار ايه اللي انت عايزه يظهر لهم وايه اللي تشيله خالص، حتى لو كانت من الحاجات اللي جايه اصلا مع الموبايل وما تقدرش تمسحها في العادي. ولو جه نازل تطبيق مثلا ممكن تخلي موبايله ما بيوافقش غير على تطبيقات لفئه عمريه محدده، او ما ينزلش غير لما انت توافق بنفسك من موبايلك او من موبايله بالباسورد بتاعك. وفي برضه شويه اعدادات للحاجات اللي بيدوروا عليها، يعني انت ممكن تخلي يوتيوب ما بيظهرش اي محتوى مخصص للكبار حتى لو كان كرتون او انشطه فيها عنف زي المصارعه ولعب الشوتينج. ممكن تخلي لو دوروا على اي محتوى اباحي او حتى ظهر لهم بالغلط في جوجل سيرش مش هيظهره وهيعمل عليه زي بلور كده. في كمان حاجه اجمد في جوجل كروم وهي انك تقدر تحدد المواقع اللي يزوروها، يعني ممكن تديهم حريه الوصول لاي موقع او تخلي شويه مواقع معينه ما يقدروش يوصلوا لها، او تمنعهم من كل المواقع ما عدا كم موقع محدد بس انت اللي بتختارهم وتحطهم هنا. طبعا الكلام ده كله بيتطبق على البلاي ستور فما تقلقش برضو من حاجه. وتالت حاجه بقى هي انك تقدر تتابع اولادك فين وبيعملوا ايه، يعني انت تقدر تشوف هم فين بصوره حيه، وكل ما يتحركوا هيظهر لك انهم اتحركوا عادي بقى من غير لايف لوكيشن او تطبيقات تانية وصلاحيات وكده. وتقدر كمان تحدد الاماكن اللي اولادك بيترددوا عليها، فلما يتنقلوا من مكان للتاني هيجي لك اشعار، يعني في المدرسه وروحوا على البيت وراحوا الدرس او النادي هتعرف امتى هم وصلوا من غير ما تحتاج تكلمهم. زائد ان فاميلي لينك هيظهر لك نسبه الشحن بتاعت موبايلاتهم وتقدر تتابع طول الوقت هم بيستخدموا تطبيقات ايه. طيب انت محتاج ايه عشان تشغل فاميلي لينك؟ الحقيقه ولا حاجه، كل اللي محتاجه ان يبقى عندك حساب جوجل على موبايلك وحساب تاني على الموبايل التاني، ودول كده كده عندك عشان من غيرهم ما تقدرش تنزل حاجه من بلاي ستور. على موبايلك انت نزل تطبيق فاميلي لينك، وعلى الموبايل التاني هتدخل على الاعدادات وتنزل لغايه ما تلاقي علامه جوجل، هتدوس عليها وتختار بيرانتال كنترولز او التحكم الابوي. هيسالك الموبايل ده هيبقى موبايل الطفل او ولي الامر، هتختار انه موبايل الطفل وتدخل الايميل بتاعك والباسورد. بعد كده هتختار ايميل الطفل وتدخل الباسورد بتاعه. هيطلب منك بعد كده تراجع كذا حاجه زي الوقت اللي الطفل بيقضيه على الموبايل اللي اتكلمنا عليه او التطبيقات المثبته وباقي الحاجات اللي اتكلمنا عنها في الحلقه. الاهم من كل ده واللي حتى التطبيق بينصح بيه هو الحوار. لازم يكون في حوار ما بينك وما بين اولادك، وما يكونش التطبيق هو وسيله منع وتحكم بقدر ما يكون وسيله مراقبه واطمئنان. وبس كده، ده كان تطبيق جوجل فاميلي لينك. ما تنسوش اللايك والشير، ولو عندكم اي اسئله او حاجات حابين نتكلم عنها سيبوها في التعليقات تحت. فتكم بعافيه.